في قلب العتمة التي غلفت وجه الأرض، وحين غابت العدالة وتراكم الظلم، جاء الوعد القديم، وعد من الله لعباده بخليفة يبعثه لينقذ الأمة من التيه ويقيم ميزان القسط. منذ قرون والقلوب تتباءل: من هو الإمام المهدي؟ هل هو أسطورة تروى أم هو الحقيقة التي اقترب ميعادها؟ من هو الإمام المهدي؟ من هو المهدي؟ نسبه واسمه وصفته: المهدي رجل من آل بيت النبوة، اسمه كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنيته ككنيته. تواطأ اسمه مع الاسم المقدس محمد بن عبد الله، فاضت به بشارات الصحابة وتناقلته كتب الحديث. قال النبي صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني يواطئ اسمه اسمي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. ليس نبيا لكنه من ورثة الأنبياء، ليس ظاهرا بعد لكن أمره في السماء قد قضي. الغيبة: أين هو ولماذا تأخر؟ قد يسأل سائل: أين هو؟ لماذا غاب؟ الغيبة ليست نفيا بل تمهيد رباني دقيق، إنها سنة جارية في تاريخ المصلحين. فموسى غاب في مدين، ويونس اختفى في بطن الحوت، والمهدي غاب بين ظهرانينا يربى على عين الله حتى يأذن له بالخروج. ليست الغيبة فرارا بل اصطفاء وصبر وتهيئة للأرض والناس. علامات ظهوره الكبرى: حين تدنو لحظة الظهور تتسارع العلامات، رايات سود تظهر من المشرق لا ترد حتى ترفعها في القدس، فتنة بالشام واقتتال على الكنز، صيحة في السماء تسمع في كل لغة ولسان: إن المهدي قد خرج. وتبايع له الأمة في الحرم في مكة بين الركن والمقام، وها هو ينهض ليملأ الأرض نورا ورحمة وعدلا. المهدي في الرؤى والأرواح: يا من تسأل عنه، المهدي لا يدرك بالعقل وحده بل تبشر به الأرواح وتراه القلوب وتنبئ عنه الرؤى الصالحة. فقد تراه نائما أو تسمع اسمه يسطع في منامك أو تشعر بنداء غيبي يدعوك لتكون من أنصاره. دورك أنت السؤال ليس متى يظهر، بل هل أنت مستعد له؟ هل قلبك نقي ولسانك صادق وعقلك متيقظ؟ الإمام المهدي ليس رجلا خارقا فقط، بل هو مرآة لما في الأمة من صدق أو نفاق. فمن انتظره نصرة لله كان من حزبه، ومن أعرض عنه خذل قبل أن يدرك الموعد. الخاتمة: النداء الأخير. ها قد اقترب الوعد، وها نحن نعيش الأيام التي تتغير فيها ملامح العالم. فلا تكن من الغافلين بل كن من الداعين بصدق. اللهم عجل فرج وليك المهدي واجعلنا من أنصاره وخلص عباده. المهدي ليس نهاية التاريخ بل بدايته الحقيقية، حين تحكم الأرض باسم الله لا باسم الطغاة.